صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم تعجيلا لفرج المولى وهلاك أعدائه، سرور قلب فاطمة وخديجة عليهما السلام بظهوره، ولموتانا ووالدينا وأستاذنا، ولمن له حق علينا ولمن ليس له ذاكر، وشفاء المرضى. الصلاة الثانية بأعلى أصواتكم. جمع الإمام موسى بن جعفر ولده يوما، ثم قال لهم يا بني، بني جمع بني، يا بني إني موصيكم بوصية، فمن حفظها منكم لا يضع معها. فما هي هذه الوصية؟ وصية مهمة للغاية، البتة يراد لها قلب كبير وهمة عالية، همة عالية وتوفيق من الله. أكو بعض الأمور أمور أخلاقية لا تنال إلا بالدعاء. الإمام الصادق صادق آل محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن كانت فيك مكارم الأخلاق فاحمد الله، إن لم تكن فاسأل الله. إذا كانت المكارم عندك احمد الله تعالى، إذا كانت مفقودة لا سامح الله بعضها أو كلها فسل الله عز وجل. وعدنا دعاء خاص، دعاءين مو دعاءين في كتاب المكارم، في كتاب الصحيفة السجادية لمولانا زين العابدين، دعاءين ترتبط بالأخلاق. الدعاء الأول وهو المشهور دعاء مكارم الأخلاق، لعله 4 صفحات هذا الدعاء أو أكثر وقل، السام مو بالي. الدعاء الثاني الاستعاذة من
مذام الأخلاق وأفعالها. هاي دعاء. الدعاء الثاني الاستعاذة، هاي صفحة واحدة مو طويلة، تمام؟ يا حبذا الإنسان إذا يحفظ هذا الدعاء. أنا شايف بعض العلماء يقرأ هذا الدعاء في سجوده، يعني هذول الشباب الموجودين في المجلس يستغل هذه الذاكرة الحافظة، الذاكرة يستغلها بحفظ الدعاء، بحفظ القرآن، بحفظ الأحاديث السنة. يقولون فلان عالم حافظ عندنا، يقول لهم الحافظ يعني شنو؟ يعني حفظ 100,000 حديث، حفظ 100,000 حديث. الحافظ يوم القيامة الله عز وجل يسألنا، يقول لي هذا دماغك ايش قد محمل بيه، ايش قد حافظ قرآن، كم سورة، دعاء، حديث، فضائل أهل البيت، ايش قد حافظ؟ تدري ليش؟ لأنه الخبراء، خبراء التشريح، تشريح بدن الإنسان، يقولون هذا دماغ الإنسان يتحمل 4 ملايين كتاب. هذا دماغ الإنسان ماكو يتحمل تحمل 4 مليون كتاب. أنت شايف هذا الطفل من هو صغير المعدة هالكبرها، مو تمام؟ شوية ياكل ياكل يكبر 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 يكبر، وتعال شوف ايش قد صار بطنه. يقول له هذا منين جاي؟ يقول هذا البطن مثل ينجر يتوسع. دماغ الإنسان كذلك، مخ الإنسان كذلك يتوسع، ولكن مع الأسف وسعنا بطوننا وما وسعنا دماغنا ورؤوسنا، ما وسعنا مع الأسف. البعض مو الكل ترى، البعض هكذا. الحاصل هذا دعاء مكارم الأخلاق، اقروه كل يوم، كل ليلة، بالأسبوع مرة، مرتين، شهر مرة، سنة مرة، طالعة. شوف الإمام شو يريد. الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام صاحب ذكرى هذه الليلة قال: يا بني إذا أتاكم آت فأسمعكم في الأذن اليمنى مكروها، ثم تحول إلى اليسرى وقال: إني لم أقل شيئا فاقبلوا منه. إذا واحد اجى شتمك في يمينك، بعدين بلا فاصلة انتقل إلى شمالك يسارك، قال لك: بابا أنا ترى ما قايل شيء، هذا اللي قال لك فشر عليك، هذا فلان شخوص واحد غيري، أنا ما قايل شيء. فوراً اقبل كلامه. ليش؟ ليش؟ يا علي، وصية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمير المؤمنين، ماذا يقول؟ يا علي، من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا لا ينال شفاعتي. إذا واحد صدر منه سيئة بالنسبة إليك، سيئة لا سامح الله، أساء إليك، وبعدين اجى قال لك أنا ما أسأت إليك، قام يتحجج يجيب معاذير، سواء معاذيره صادقة أو كاذبة، إذا ما قبلت كلامه لا تنال شفاعتي.
لا تنال شفاعتي يوم القيامة. إذن وظيفتنا أمام كلام الناس ما هي؟ إذا تنصلوا من سيئاتهم أن نقبل تنصلهم. اعتذر يابا أنا صار اشتباه، اخطأت، مو عن عمد، بسرعة اقبل. هذه المرحلة الأولى من التعامل الكريم مع الناس. المرحلة الثانية أصلاً بلا أن يعتذر وبلا أن يقول لك أنت فوراً اعفو عنه، أنت فوراً شنو؟ رأساً من قبل أن يعرض ماء وجهه عليك، أنت اغفر له من هسه، من قبل أن يجي يقول لك. الإمام زين العابدين وسيد الساجدين عندما كان يخرج من داره كان يقرأ هذا الدعاء. هذا الدعاء صغير قصير، حفظوه هذا: بسم الله آمنت بالله وتوكلت على الله، اللهم إن عرضي لك. التفت الإمام إلى من؟ إلى أبي حمزة الثمالي. قال له الإمام: يا أبا حمزة، إذا رفضت الناس فإن الناس لا يرفضوك. أنت لو تصير والعياذ بالله من باب التشبيه، لو تصير رب العالمين يحجون عليك، يحجون وراك، صير معصوم 100%، صير نبي من الأنبياء، صير إمام من الأئمة، بالتالي الناس ما راح يعوفوك، ما يتركوك، بالتالي يحجون عليك. موسى بن عمران قال لربه يوما: اللهم اقطع لسان الناس عني. هذول الناس هواي يحجون علي، واحد يقول والعياذ بالله زنى، واحد يقول قتل، واحد يقول كذا، واحد يقول كذا. القرآن ماذا يقول؟ لا تكونوا كالذين آذوا موسى. آذوا شنو؟ بلسانهم. كل واحد وجه ضرب لفد بسمار، هذا ساحر، هذا فلان، هذا كذا كذا كذا. قال: إلهي أنا عندي فد مسألة، سؤال، طلبة، ما طلبتك؟ قال: خلصني من لسان الناس. قال: يا موسى هذا شيء ما صنعته لنفسي أصنعه لك. هذا الشيء اللي أنت تريده من عندي أنا إلي روحي ما مسويها، الناس علي هم يحجون، تريد عليك ما يحجون. شنو هذا؟ ماكو شيء، هذا قانون الحياة، كن تسمع حكي. إذن إذا كان قانون الحياة هكذا، طبيعة الحياة هكذا، فشنو الشارة؟ شنو استفيد من هذا الشيء؟ اجفد واحد إلى عيسى النبي متأذي، قال له: شبيك؟ شو مو على راحتك؟ قال: الناس يحجون علي. قال: هسه وإذا حكوا عليك؟ قال: إيه أدري، خو أنا أتأذى. قال: ما بيها أذية. قال له: شلون؟ قال: انظر نفسك، إن كان فيك ما قالوا فاستغفر، وإن لم يكن حسنة ما أتعبت نفسك فيها. إذا أنت لا ما مسوي هذا الشيء اللي يقولون الناس، أنت هذه اجتك حسنة، يوم القيامة تأخذ شنو من حسناتهم. يوم القيامة خو هذا حضرة الآغا ما عنده صك، يابا تعال ابري لي الذمة، هذا المبلغ اعطيناك حتى تبري لنا الذمة.
حسنة ما أتعبت نفسك فيها. الإمام زين العابدين قال عليه السلام: يا أبا حمزة تصدق بعرضك لله ليوم فقرك وفاقتك. يعني نقول اللهم إن عرضي صدقة، إن عرضي لك اليوم. كل ما يريد يحكي وراي أنا عفوت عنه وغفرت له رأسا بدون ما يجي يقول لي أو يعتذر. أنا سمعت أو ما سمعت ما علي، أنا غفرت للناس. هذا يوم القيامة. إذا جئت يوم القيامة الله يقول لك: عبدي عفوت عن الناس فعفوت عنك. بعد شو تريد؟ أنت غفرت للناس، أنا مشنو؟ غفرت. بعد تريد هالشكل؟ بعد تريد هذا الشيء لا بي تعب ولا كذا، ولكن يراد له قلب كبير واسع، يريد له همة. وأنا أصحاب الهمم أصحاب العفو ولين الشيم. يريد له أخلاق دمثة. إن المؤمن لشدة لينه يخال أنه أحمق. إن المؤمن لشدة لينه يخال أنه أحمق، وأن أكثر من يدخل الجنة البله. فقال: وما البله يا رسول الله؟ هذول المبتلين بالبلاهة، يعني ما عنده عقل ناقص؟ قال: كلا، بل هذا عقل كامل. قال: فما؟ قال: يتبالهون عمن أساء إليهم. يتبالهون يعني يسوي روحه شنو؟ أبله، ما يفتهم، ما عنده شعور، يسوي روحه هيك شكل. وين تلقى هذه الأخلاق الكريمة؟ روحوا شوفوا المحاكم مالتنا مليئة. أنت هيك قلت، مرة ورجال يجون، هذا هيك قال لي علي، ذاك هيك قال لي علي، هذا هيك سوى، ذاك هيك سوى، وإلى آخره. إذن المرحلة الثانية هو العفو والمغفرة. بعد المرحلة الثالثة ادفع بالتي هي أحسن. إذا أساء إليك أحد فقابل إساءته بالإحسان، فإن كمال الإيمان مكافأة السيئة بالإحسان. أنت شايف الشجرة يضربوها بحجارة، هاي تعطيك ثمرة. يقول: كن كالشجرة إذا ضربت بالحجارة أعطت لك الثمرة. هذا فد واحد سب الإمام زين العابدين. الإمام قال: إني ذاهب أرد كلامه. الناس قالوا: ويلا، هذا الإمام زين العابدين هسه يفضحه، هذا غير عنوته، هذا إمام عنده علم الغيب ويعرف بزازين الرجال، إيش ما عنده؟ يروح هسه يفضحه ويشوف ايش عنده بزازين. الناس هم تدري يدورون دوخة راس مشاكل. قالوا: خلينا نشوف الإمام زين العابدين ايش راح يقول له. شوف كلام الإمام. طرق الباب، فلما فتح الباب الرجل الساب فبهت. قال الإمام: يا هذا ما خفي عنك مني أكثر مما قلته لي. شايف؟ ما خفي عنك يعني أنا أشد مما قلت. هذا استحيا. دفعا لاستحيائه الإمام أعطاه شملته ومائة درهم، دفعا لاستحياء. شاف هذا الرجل خجل، هواية خجل. قال له: يا ابن رسول الله، أنا أولى بما قلته لك، أنا أولى. الإمام
دفع له شملته يعني عباءته و100 درهم دفعا لحيائه واستحيائه. عليك بالله وين تلقى هيك أخلاق؟ وين تلقى؟ هذا فد رجل عمري من أحفاد عمر بن الخطاب. هو شنو من إنسان كان اللي هو تطلع أحفاده شلون يطلعون بربك وجيله. هذا معاصر للإمام، كان يسب الإمام الكاظم ويشتمه. أصحاب الإمام قالوا هذا خلينا نكتله ونخلص من عنده. الساب للإمام يستحق القتل، الساب للإمام كالساب للنبي حده القتل. قال الإمام قال لا أبدا أبدا، شنو هاي؟ أبدا أنا ما أرضى. جاء إلى مزرعته قال له ايش قد التصارف هنا؟ قال له 100 دينار. قال له ايش قد تتوقع يعطيك حاصل وثمرة؟ كم تثمر لك؟ قال له أيضا 100 دينار. قال هاي لك 200 دينار. 200 دينار يسبه. فجاء في اليوم التالي الثاني قال الله أعلم حيث يجعل شنو رسالة. هذا أخلاق أهل البيت. إذن الإساءة إذا كان الواجب علينا أن نقابل الإساءة بالإحسان، فكيف يجب علينا أن نقابل الإحسان؟ الإحسان إذن واجب أن نقابله بالإحسان بعد. هذا بين بعد، هذا ما يحتاج ذكر. هل جزاء الإحسان شنو؟ إلا الإحسان. ما شاء الله كلكم حافظين القرآن. هل جزاء الإحسان شنو؟ إلا الإحسان. المنصور الدوانيقي جمع آل الحسن في ميدان أمام الملأ، جمعهم فجلدهم، أخذ أن يجلدهم. واحد من عندهم هذا حسن الديباج. هذا حسن الديباج كان جميل الصورة، المنظر جميل الوجه، لذلك كان يدعى حسن الديباج. هذا المسكين خلى ايده على وجهه، قال له للجلاد اللي يضرب، قال له عليك بوجه رسول الله، اتق وجهي بوجه رسول الله. المنصور قال لا أضربه، ضربه على رأسه فسال عينه، فسال عينه. هذا سال عينه. بعد بعضهم ملبسهم ملابس صوف، جلدوا حتى التصق ثوبهم بجلودهم. قال اسلخوها، انزعوها. فلما نزعوها سلخت جلودهم سلخت جلودهم، الأبدان تسيل دما. هذول ربطهم وجابهم ويا إلى العراق من المدينة. عبد الله بن الحسن عندما واكب القافلة، يعني المحمل ماله صار مع محمل الدوانيقي، يعني صار مترادفين. قال له يا أبا جعفر، كنيته هذا، يا أبا جعفر لي سؤال، أنا أريد أسألك فسؤال. عبد الله بن الحسن قال له للمنصور، قال له وما تريد؟ قال أهكذا صنع جدي بجدك العباس؟ العباس أسر في معركة البدر، أسر، صار أسير. النبي قام من نومه قال أطلقوا عمي فإن أنينه سلب نومي. أنا ما أتحمل أسمع ونينة وأنينة. فأطلقه وأطلق من معه إكراما له. ليلة واحدة النبي ما تحمل. قال هذا جزاء إحسان النبي إلى جدك أن تصنع هكذا؟
بذريته، هذا جزاء. وليس يقول القرآن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. شاوانا شوف، أتى بني أمية ما عندنا إمام وقع في سجن بني أمية، ولكن بنو العباس، يعني هذا المنصور بدأ بالسجن والتعذيب وورثه نسله بتعذيب أهل البيت. النبي يطلق العباس عمهم، ولكن هذول بني العباس والله ما فعلت أمية معشار ما فعلت بنو العباس. هذا جزاء النبي، أن يسجن الإمام الكاظم 14 سنة. هذا جزاء النبي. هل هذا جزاء رسول الله أن يبقى موسى بن جعفر معذبا في السجون، ظلم المطامير، دساق المرضوب، بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف؟ إن شاء الله باكر نشيع هذه الجنازة، وإن شاء الله مقابل ما صنعوه في بغداد عندما حملت جنازة الإمام كانوا يشتمون جنازة الإمام ويسيئون الأدب ويتجاسرون على الإمام. هذه جنازة فلان ابن فلان. أرباب العزاء أبو العتاهية عندما جاء إلى هارون أنشأ له أبيات، قال له أنا أريد أن أصلك، أريد أعطيك صلة، جائزة، هدية. قال له لا أنا ما أحتاج، لأن أبو العتاهية كان رجلا زاهدا شاعرا زاهدا ما يحب الأموال. قال له كل شيء ما تريد؟ قال لا عندي حاجة. قال وما حاجتك؟ قال سمعت سجينا مسجونا يدعى موسى بن جعفر، أنا أحببت أن تطلقه وتفكه وتفكه عن السجن. قال لك ذلك؟ قال متى؟ قال في الغد، يعني باكر تروح إلى سجن بغداد وترى الإمام موسى بن جعفر قد أطلق عن سجنه. يقول هذا أبو العتاهية جاء إلى سجن بغداد، رأى جنازة محمولة بيد 4 حماميل، حمالين، غلمان سود ينادون عليها. قال من هذه؟ لمن الجنازة؟ قالوا هذه جنازة موسى بن جعفر. قضى حياته مدى الزمان، وهي حياة عالم الإمكان، في السجن والحديد والعذاب، يا لعظيم الرزء والمصاب، فلم يزل مقيدا مكبلا حتى قضى بالسم موسى الأجل. يا نور الهدى خبا فأظلم الفضا، يا سعد الله إمامنا الرضا. هذه الليالي الأخيرة من ليالي رجب، هذه إن شاء الله تكون فرصة لنا لزيارة جده الغريب الحسين عليه السلام. هذا الشهر وارد زيارة. أقول مولاي وسيدي، حملت جنازتك بأيدي غلمان 4، ولكن أنا أعرف جنازة ما حملت على الأرض، كلما حاولوا أن يرفعوها ما استطاعوا،
لمن هذه الجنازة؟ جنازة جدك الحسين يوم 12 من محرم. جاء بنو أسد لدفن الأجساد، فأمر الإمام بحفيرة وحفر ودفنوا في مكان واحد. ثم قالوا إن هناك جسد كلما رفعنا منه عضوا سقط آخر على الأرض. قال بلى ذاك جسد أبي الحسين. يا أبا عبد الله يا بني أسد علي ببارية. قالوا وما تصنع بها؟ قال أجمع فيها أوصال أبي الحسين. يا أنا الوالدة، أنا الوالدة والقلب لهفان، ودور عزبني وين ما كان ابن ذبيح ومات عطشان، ولعبت على صدر الخيل ميدان. رحم الله من نادى وحسينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اغفر لموتانا واشفي مرضانا، ادفع السوء والبلاء ببركة الفاتحة مع الصلوات.